مساء الخير. ليه كل شيء بقى عادي؟ منة شلبي اتمسكت متلبسة بكل أدوات، يعني بكل الأدوات، وخرجت بكفالة أو بالحب، واتكرمت تاني يوم من الدولة عادي. لشيرين خرجت من المستشفى بلا سبب برضه، مكملتش علاجها، وخرجها حسام واتجوزها، وبرضه بنقول عادي، مفيش حاجة، عادي. أصالة غيرت من شكلها ورجعت تاني أصغر من بنتها، بنقول عادي. كل شيء في الزمن ده الصح بنقول عليه مش عادي، والغلط بنقول عليه عادي. ليه؟ ليه سجارة الحشيش لما حد يقولك انت بتشرب حشيش، هو صاحبك ده بيشرب حشيش، هي صاحبتك دي معقولة، هي اللي جارنا ده عادي. الحشيش دلوقتي في مصر سجارة دي بقت عادي. انتي متأخرة، انتي جاية من زمن قديم. البنت اللي تقعد مع اصحابها وتسهر بالليل ان كانت متجوزة او غير متجوزة، ويروحوا ويسافروا رحلات عادي. عادي. ده احنا كان يعني ينكسر دماغنا الساعة اخرك 9 10 تكوني في البيت، بس لازم تقولي عادي. الراجل للأسف اللي بيلبس زي الستات وبيتشبه بالستات، وتشوفيه في الشارع وتسلمي عليه وترحبي بيه، وكان مغني تهللي عليه عادي. الجنيه، تعويم الجنيه، وكل شيء بيغلى والأسعار بتغلى، ومفيش حاجة ما بقتش غالية في الزمن ده، تقولي عادي. أي شيء إحنا عايزين نحط كلمة إنه غلط، مش بنقدر نقول غير عادي، بقى عادي. ليه الأم السنجل كترت؟ ليه الطلاق كتر؟ عادي، عادي. كل البنات بقت كده، وكل الأسر بقت كده، اللي عندهم بنت مطلقة، اللي عندهم جارة مطلقة، اللي عندهم بنت سنجل. لا، وفي كمان دلوقتي أجازة زوجية، احنا متجوزين بس احنا كل واحد في أجازة، أنا مع أصحابي هو مع أصحابه، عشان نرجع تاني بيتنا نكون عندنا. أنا عايزة أفهم إيه ده؟ إيه اللي احنا بقينا فيه ده؟ الست هي بيتها، هي ولادها، هي جوزها، ثم أصحابها. أنا ما انبسطش مع يعني انبسط مع أصحابي في قعدة ناكل نشرب، والله لو اتقابلنا في رحلة مع جوازنا هابقى سعيدة، لكن معاهم لوحدي وهم جوازنا معاهم وإحنا الاتنين مبسوطين جدًا، في شيء غلط، ولازم أقول عادي. إيه الزمن اللي إحنا بقينا فيه ده؟ إيه الزمن الغريب ده؟ هو فين ربنا؟ الناس دي مش باصة ليه لربنا؟ أنا مش عارفة، إحنا في زمن لازم نقول عادي، ولو قلنا إن ده حاجة غلط برضو لازم نقول عادي. انتوا فاهمين ولا أنا اللي مش فاهمة؟ سلام عليكم.